وتم فبركة مشروع قرار ينص على أن مجلس الأمن قرر إنهاء ملف لجنة الأنموفيك، لكن دون أن يتطرق المجلس إلى مصير أرشيف لجنة الأنموفيك، ودون أن يقولوا بأنهم وجدوا أو لم يجدوا. والغريب في الأمر أن معظم الأعضاء سكتوا ومرت القصة بسلام. أما الشيء الهام الذي هو بيت القصيد في هذه القصة، فهو أن مجلس الأمن قرر دفن أرشيف لجنة الأنموفيك في صناديق حديدية مقاومة للحريق وللرصاص، هيك مكتوب بالقرار. وهذه الصناديق يجب أن تحمل أقفال ديجيتال رقمية، يعني موقف العادي، على أن لا يعرف الرقم إلا الأمين العام للأمم المتحدة فقط. ثم يتم دفن هذا الأرشيف لمدة 60 عاما لا تفتح. كم هو حجم الفضائح التي دفنوها في هذه الصناديق؟ هذا الكلام موجود بقرار صادر عن مجلس الأمن. طبعا الإعلام العالمي الحر والديمقراطي والمحب للحريات لم يتطرق لهذا الأمر نهائيا، لا نيويورك تايمز ولا الواشنطن بوست ولا التايمز ولا اللوموند ولا أحد بيحكي عن هذا الموضوع أصلا. لم يتكلم أحد عن هذا الموضوع. عندما أقص هذه الحكاية التي شهدتها بنفسي، وأنا كنت يمكن واحد من سفيرين أو 3 فقط حضروا تلك الجلسة، الناس لا تصدق. وبالمناسبة الآن تزورون المكان الذي تحفظ فيه هذه الصناديق في الشارع 47 من نيويورك، قريب من البعثة السورية، وعلى البناية حراس من CIA والFBI يحرسون هذه الصناديق، وسيحرسونها 60 عاما بشرط أن لا تفتح، لكي لا يعرف الناس حجم الفضائح.